في بعض الأقوال للفلاسفة والأدباء بس حلوين قوي قوي، زي مثلا إن الصمت في وجه الظالم تواطؤ مع الظالم، وكمان إن اللي بيشتغل بإيده عامل، أما اللي بيشتغل بإيده وقلبه فده صانع، لكن اللي بيشتغل بإيده وقلبه وعقله فده فنان. كمان لما تلاقي اتنين الخلاف ما بينهم طول قوي قوي بدرجة عجيبة، تأكد إن الاتنين على خطأ مش واحد بس. الوطني الحقيقي بيفكر في الأجيال الجاية، أما السياسي بيفكر في الانتخابات الجاية. قابلت الكتير قوي من الأعداء، ولكن الحقيقة أسوأ نوع قابلته اللي عامل نفسه صحابي وبلاقيهم في الآخر واقفين أو أحباب لأعدائي. زمان كانوا بيسجنوا الناس لأن هم بيسرقوا، أما دلوقتي بيسجنوا الناس اللي بيقولوا الكلمة الحقيقية. قدس نفسك وعززها، انت مش خطة بديلة ولا علاج نفسي لحد، فيا إما الكمال أو الزوال. التجاهل هو أبسط حاجة تعملها لما تزيد التفاهات والتفهين حواليك. يمكن لأي أحمق إنه يعرف، أصل الصعوبة لا تكمن في المعرفة ولكنها تكمن في الفهم. السائر لأجل مجتمع جاهل عامل كده زي الواحد اللي ولع في جسمه علشان يولع الطريق ينوره لضرير. المرء مع من لا يفهمه أو يشعر به سجين. الفقير بيشتري الجورنال، أما الغني بيشتري رئيس التحرير. أيا كان اللي بيحصل اوعى تقع في اليأس، فحتى لو أغلقت جميع الأبواب هيظهر لك طريق سري محدش يعرفه إلا أنت بس، لأنه اتخلق عشانك أنت بس. الإنسان بيتغير لسببين: لما بيتعلم أكتر من حاجته، أو لما بيتأذي أكتر من اللي يستحقه قلبه. إذا تعاطى الحاكم التجارة فسد الحكم وفسدت التجارة. لكي لا تسقط لا تسند ظهرك على أحد من البشر أبدا. أول خطوات لإيقافهم كسادة هو إيقاف نفسك عن التعامل كعبد. كن صامتا تكن آمنا، فالصمت أبدا لا يخون. أحيانا بنتفق مع البعض في آرائهم مش علشان إحنا مقتنعين بيها، لا، علشان بس يتوقفوا عن الكلام. اوعى تبالغ في المجاملة لحد لحسن تقع في بير النفاق، ولا تبالغ في الصراحة علشان ما تقعش في وحل الوقاحة. أما الثقة بالنفس هي أول مستلزمات الأعمال العظيمة. الحسد أول خطيئة ظهرت في السماء وأول معصية وقعت في الأرض. يموت البخيل من الجوع ويموت أبنائه بعده من التخمة. يصعب معرفة ما تخفي الأنفس، لكن معادن الناس تكشفها المواقف.